السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس مصطفى بكر من مشيئة الحياة. طبعا زي ما عودناكم اننا بنتابع معاكم الزراعات بتاعتنا اول باول في جديد وجديد في جديد، فاحنا النهارده طالعين نزرع في مكان جديد في محافظة بني سويف. هنزرع نخيل برحي عمر الخمس سنوات. زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله النخيل بتاعتنا مكونة خشب كويس، حجم المجموع الخضري مناسب مع عمرها. كذلك هنوريكم ازاي ان النخيل بتاعتنا بتبقى مكونة مجموع جدري قوي في قلب القصرية. تابعوا معانا عشان تشوفوا الزراعه بتاعتنا لحد الاخر. طبعا هتابع معاكم اول باول لحد ما نسلم الارض ان شاء الله مزروعه لاصحابها. خلاص كده يعتبر بقالنا ما يقارب ساعه ونوصل للارض اللي احنا هنزرع فيها. خليكم معانا عشان تشوفوا المجموع الجذري بيبقى قوي ازاي ومليف في قلب الارض. وكده نكون وصلنا للارض اللي هتتم فيها الزراعه باذن الله، وهي دي شكل الارض قبل الزراعه. خليكم معانا عشان تشوفوا الارض بعد الزراعه هيبقى شكلها عامل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين احنا كده بدأنا ننزل الزراعة بتاعتنا على الأرض ونرص النخيل جنب الجوار بتاعتها. خليكم معانا عشان تشوفوا شكل الأرض بعد ما تتم الزراعة وشكلها في الآخر هيبقى عامل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين ده حجم المجموع الجدري بتاعنا، بسم الله ما شاء الله حاجه كويسه جدا. جدر قوي مليف جوه القصريه. زي ما قلنا النخله عمر الخمس سنين بتبقى مكونه في متوسط من 35 ل 40 سم خشب. حجم المجموع الخضري بتاعها كويس جدا مناسب مع العمر بتاعها. وطبعا دي كانت زراعه النهارده من مشاتي الحياه. لو عايزين تعرفوا اسعار بنت جوره الموجوده عندنا في المشتل يا ريت تكلمونا على الارقام الموضحه على الشاشه. كان معكم المهندس مصطفى بكر من مشاتي الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.